مصطلح المعارضة المسلحة، أول مرة أسمع إن المعارضة تبقى مسلحة. المصطلح ده سمعناه عن المعارضة في سوريا. بيقولوا إن هي اسمها المعارضة المسلحة، وقاعدين يضربوا في الجيش بتاعهم، ويقول لك أصل إحنا مش عايزين بشار. طب من سنة كام هم شغالين في القصة ديت؟ وبعدين لما قريت وشفت لقيت إن المعارضة ديت يعني ممولة من العديد من الدول، منها الولايات المتحدة الأمريكية، منها تركيا، منها يعني عدد كبير جدا من الدول بتمول المعارضة المسلحة، لأن حقيقي مش هيعارضوا ويجيبوا سلاح منين، ما أكيد في دول دفع لهم الكلام ده. دي مش قضيتنا. قضيتنا بقى ان الناس اللي قاعدة هنا في مصر اللي بتقول لك احنا ملناش دعوة ببشار، يعني معناها ان هم بيقولوا ان احنا معارضين لبشار، احنا قاعدين هنا عشان بشار الوحش وكده يعني. واحنا كمان ملناش دعوة احنا كمان كمصريين ببشار ولا الكلام ده. لكن احنا لينا دعوة بالفكر، الفكر اللي هم هيصدروه لنا هنا، ان هي المعارضة تبقى مسلحة، وان هم يبقوا ميليشيات ضد جيشهم وضد بلدهم. هو ده اللي احنا يهمنا. يعني انت مش عاجبك رئيسك ترفع السلاح في بلدك؟ بقى البلد عمالة تتقسم اهي. دلوقتي فرحانين قوي، بيقول لك يعني قلبوا الآية، بيقول لك ان الجيش السوري هو اللي الميليشيات، وهم حضرتهم بقى اللي بيحرروا البلد. من سنة كام بقى لهم كام سنة لحد دلوقتي بيحرروا البلد دي؟ تقريبا من 2011 او يعني داخلين على 14 سنة هي ما اتحررتش ولا هتتحرر. هم خلاص رستقوا روحهم هنا. وبعدين مش هي دي المعارضة المسلحة اللي كانوا جايين لنا من جهة ليبيا، وكانوا قاعدين يهددونا ويقول لك هنخش مصر ونحرر مصر واحنا مش عارف ايه؟ مش هم دول نفس الاشكال اللي كانوا جايين على البوارج والسفن التركية، لولا ان الرئيس حط خط احمر لاردوغان والموضوع توقف عند كده؟ واللي هم بيسيطروا دلوقتي على او اللي هم يعني مع المنطقة اللي هي غرب ليبيا. يعني احنا بنخاف على اولادنا من الافكار ديت. الافكار دي قاتلة، وافكار يعني يعني انت يعني انت عمال بتقوي حد حتى ما عندوش وطنية ولا ولاء لبلده. حد بيدمر جيشه ويقولك عليهم ميليشيات. ده فكر اللي هو العفن اللي يقولك ما هو الأرض هي حفنة من تراب. يعني ده الفكر اللي هم نفس فكر الإخوان اللي عندنا في مصر. يعني انت بتحط ناس دي أفكارها وهم حاملين السلاح، وبيقولك معارضة مسلحة. يعني ايه معارضة مسلحة؟ انا مش فاهمة. اعرف المعارضة دي بالكلام يعني بالفعل، بالفعل السياسي، بالكلام المدروس، مش بالحمل السلاح على المواطنين او على جيشه. ازاي يعني؟